صباح الخير عليكم يا هلاوية. صباح الجمال. قدر الله ما شاء فعل. اقسم برب العزة، اقسم برب العزة، انا مش زعلان امبارح ونايم مية مية وصاحي تمام مية مية لسببين. اول سبب خلاص، ما هو الدوري رايح مني من 5 6 مطوشة، فخلاص يعني انا خلاص اتأقلمت ان هو راح. تاني سبب ان الدوري مش رايح مني بسيناريو مثلا سيد عبد النعيم. الدوري رايح بمنطق ان في فرقتين قبل منك لازم يقعوا، ده في كرة القدم شبه مستحيل، يعني ممكن فرقة تقع. فاحنا عملنا اللي علينا امبارح ب10 لعيبة، قدرنا نكسب المصري 2-0، فخلاص في هدية من الناحية التانية خير وبركة، هنفرح وهنزقطط وهنحفل ونحتفل وكل حاجة. ما حصلش نصيب الحمد لله. هنلعب في الكونفدراليه اللي بالمناسبه من 4 ايام كنتوا بتعيطوا يا زملكاويه بالدم بالدم، بتعيطوا ومقهورين من ضياع البطوله وحلم ال4 مليون وحلم المشاركه في بطوله قاريه اخرى وهي السوبر الافريقي، وكل دوت كنت عاملين له اهتمام، وكنت بتقولوا على نفسكم ابطال القاره وانتوا هتبقوا بطل افريقيا مش عارف ازاي، مع ان في بطل افريقيا اللي هو بطل دوري ابطال افريقيا. اسياد القاره ديت بتلعب في البطوله الاقوى، ولو مش البطوله الاقوى فانت مشارك فيها دلوقتي وبتعايرني اللي انا هلعب في الاضعف اللي انت بتشارك فيها بقالك 3 سنين. فده اعتراف منك ان انا بلعب يعني بلعب في البطوله الاقوى دوري ابطال افريقيا، ان انا بالمناسبه اخر 6 سنين اخر 4 مرات. تمام. فانت هتروح تطلع من دوري المجموعات، ده اقصى طموحك. لو ما طلعتش من دور ال 32 وجيت لي في الكونفدراليه بالنظام الجديد اللي راجع تاني اللي هو كان قديم ورجع. في حاجه بقى مهمه لجمهور الزمالك، مبروك للثلاثه اربعه النضاف الزملكاويه اللي في حياتي. جمهور الزمالك انت ما بتعرفش تحفل، مش تحتفل، ما بتعرفش تحفل. ليه ما بتعرفش تحفل؟ انت امبارح في اخر دقيقه كسبان الدوري، خلاص افرح. اهم ابطال الدوري، الدنيا حلوه وزقطت. لازمتها انك تقول لي الدوري راح يا اولاد الوحشه وتشتمني وليه؟ بعد الماتش تروح عند صالح، عند نادي الزمالك وعائله صالح عيله وحشه. طب ليه يعني؟ سيبك، مش هقول لك الراجل ميت يا اللي زعلان لما بتتكلموا في واحد ابوه اللي توفى، انت بتشتم بقى الميت نفسه. فما علينا، ما هي بتبقى كل حاجه وحشه حلوه عندك ووحشه عند غيرك. فطالع بتشتمني، طب انت ما بتعرفش تحفل؟ لا، انت بتتزنق بتشتمني. تيجي تتكلم بالارقام والبطولات، زعلان ليه اللي انا بقول لك مثلا ال 15 اخده في سنه كذا؟ ها، انا يعني بفتخر بتاريخي. انت زعلان ليه اللي انا بفتخر بتاريخي؟ يعني إيه المانع عندي اللي انا اقول لك الدوري ال 15 ده سنه كذا انا اخده؟ انت مالك زعلان ليه؟ ما تفرح يعني، افرح لما توصل للدوري 45. طبعا هكون انا 75 ولا 150. تبقى قول لي يا عم عادي، انا معايا 45 زيك. بس للاسف خلاص انت اتولدت تحت وانا مولود فوق، ما هو ربنا خلقنا طبقات. فانت مكتوب لك في الحته بتاعتك دي انت عايش فيها، مش هتطلع منها طول ما انا على وش الارض. فانت محتاج يا حبيبي سنين ضوئيه عشان تجيبني في الادب. يعني ناس اخده امبارح بطوله، حسام عبد المجيد يقول له ما تشتمنيش يا تيتو، ما تشتمنيش يا تيتو، ما تزعقليش يا تيتو. وقبلها عبد الله السعيد بيشوح لحارس المرمى بتاعكم، بيديله بيقول له خد يا عم الشاره ايه بعد ضربه الجزاء ولا بعد الهدف؟ لا، بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت قصدي. وراح مشوح له وراح ماشي. فانتوا ولا عندكم ادب ولا عندكم اخلاق ولا بتعرفوا تحفلوا ولا بتعرفوا تحتفلوا زي باقي الناس. عشان كده انا ما بتمنلكمش الخير، عشان انتوا لما بتاخدوا بطوله بيبقى لا مؤاخذه ما شافش اللحمه. بمناسبه العيد كل سنه وانتم طيبين، شاف بتاع اتهبل. انتوا امبارح يعني جايين في الوقت اللي تشتمونا فيه، رايحين تحت بيت مرتضى منصور بتقولوا الرئيس اهو، رئيس الزمالك اهو 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 اهو، انزل يا مرتضى يا منصور. اللي هزقك بامك وشتمك وهانك والفيديوهات موجوده ما بتبلاش عليك. انا ما بتبلاش عليك والله العظيم. فانت يعني بالله عليك اخويا الزملكاوي، تعالى حفل عليا. يعني انا تعالى حفل عليا. انا امبارح الحمد لله ما خسرتش الدوري بسيناريو، بالعكس انت الدوري امبارح لو كان راح للاهلي كنت انت اللي هتتقهر وانت اللي هتقعد في العباسيه، لان السيناريو بيقول زمالك. ولو مش الزمالك مثلا لو خسرته السيناريو بيقول الاسيوطي. ففي حاجه اخيره برضه عايز اتكلم فيها. انت طالع كل شويه تقول لك
الزمالك الاهلي بيقول لك انا في اسوأ ظروف. انا في اسوأ ظروفي يابا، انا في اسوأ ظروفي الفنيه. معايا فلوس، معايا فلوس، ومعايا الحمد لله، الحمد لله، اما بنعمه ربك فحدث. معايا فلوس، بس انت كمان بتدي اللعيبه بتاعتك فلوس. ناصر منسي بعد ما طلع دولارات لمراته في عيد ميلادها امبارح مطلع خمسينات بواكي كده وقاعد بيفرق يا باشا. هو لو مش بيقبض بيجيب الفلوس دي منين؟ شغال في الفاعل بعد الظهر، بيسرح بعربيه عيش مثلا، بشراع عيش بياخده على دماغه ويروح يسرح بيه. فمش منطقي يعني. فمعاكوا فلوس وبتقبضوا اللعيبه. يا عم نقدر ان انتوا مثلا معاكوا فلوس. هو انتوا اللعيبه دي بتروحوا كل يوم تشتروا 2 3 لعيبه تدخلوهم معاكوا في الفرقه تأيدوهم؟ مش في مواعيد محدده بتشتري فيها اللعيبه؟ هل المواعيد المحدده دي ما اشتريتش فيها انت 31 لاعب واللي اتبقى منهم 5 6؟ ما هو ده فساد. طالع بتفتخر بنفسك وانت ناصب على نص البلد. هو في حرامي بيفتخر بنفسه يا باشا؟ حرامي النصاب يعني حرامي ناصب على عندك 18 قضيه وفي 3 4 جايين في السكه، فانت ناصب، انت نصاب. انا ذنبي ايه؟ بكلمك بجد والله، انا ذنبي ايه ان انت نصاب؟ انا بتكلم في الفنيات، بقول لك فرقتي واقعه فنيا. هل انت فرقتك واقعه فنيا؟ ما حصل. الدنيا ماشيه زهانه معاكم، ولولا خوف معتمد جمال في ماتش الكونفدراليه كنت خدتوا البطوله. فمش ذنبي. فعشان ما اطولش عليكم، مبروك للثلاثة أربعة الزملكاويه النضاف. حتى الأرض يا راجل لما خدتوها، حتى الأرض لما خدتوها رحتوا نصبتوا على البنك وقلتوا عايزين كارد بضمان البنك عشان هنبني استاد وهنعمل مدينة والدنيا حلوة، ورحتوا جايبين ونش اتصور معاه ابن مرتضى منصور ماشي وقال لك اهي الأرض. كأني رايح أشتري مثلا في الساحل الشمالي شاليه. فين يا عم الشاليه؟ يقول لي هنا. هنا فين؟ في الأرض دي اهي. أجي أدفع بعد 10 15 سنة. فين يا عم الشاليه؟ ما هو في الأرض دي. الارض زي ما هي. قال لي امك في العش ولا طارت، ونصب عليا. انتوا رحتوا نصبتوا، خدوا منكم الارض، رحتوا نصبتوا على اللعيبه والمديريه الفني والانديه، رفعوا عليكم قواضي. ادفع الفلوس دي كلها هتلاقي نفسك بتدفع اكتر مني يا حبيبي. الفرق بيني وبينك ان انا بدي كل الناس حقوقها، كل الناس بديها حقوقها. حتى القضيه اللي راحت اتعملت ما لحقتش تقعد يومين واعطيت اللاعب فلوسه. يعني انت مين بقى؟ انت راجل نصاب عايش في الدوله، ما تطلعش تدعي المظلوميه وانت راجل انت اللي عامل في نفسك كده. انا عارف ان انت مش هتسمع كلامي دوت، وعارف ان انت هتشتم، وعارف ان انت هتعمل كل حاجه غلط تتوه بيها عن اي كلام اتقال. مش هترد على لساني، انت هتطلع بس تقول لي ايه ولا يا احول، ايه ولا شكلك عامل ليه كده يا اهلاوي يا ابني مش عارف ايه ولا ده مش عارف ايه. ده عشان انت ضعيف، عشان موقفك ضعيف، رقميا ضعيف، فنيا ضعيف، عندك يعني جماهيريا ضعيف، اعلاميا دلوقتي حتى لو اعلامك كله بيزرط لك برضه ضعيف. فانت هتفضل زي ما انا قلت لك. انت ربنا خلقك في حته معينه، مش هتعرف تطلع غصب عن اي حد يعني. مش بالعافيه. انا فوق وانت لسه قد كده وهتفضل قد كده. انت محتاجني اغيب عنك 30 سنة وانت تتفوق فيهم ال 30 سنة عشان تجيبني، ومش هتعرف. عارف ليه؟ لان انت الزمالك. استغفر الله العظيم. صباح الفل، واسف اسف اول مرة اطول عليكم في فيديو. واللي كمل الفيديو ده فوق راسي والله، والله العظيم فوق راسي. وتحية ليك خاصة اللي كملت الفيديو للاخر.